واش اصحاب الفلوس هاني طولنا عليكم في الفيديو اللي فات، ولكن هذاك الشيء مهم وبغينا كلشي يفهم. واجي في هذا الفيديو هذا نهضروا على لامبول اللي هو الضريبه. كاينين بزاف تاع الضرائب، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا هي التيفيا اللي هي الضريبه على القيمه المضافه. هادشي ما كيعنيش بان ما نديروش فيديو على الضرائب الاخرين، ولكن غادي نديروه خارج على هذه الدوره. بتقول كيفاش كتحسب هذه الضريبه؟ القضيه سهله، هي التيفيا فاكتوري، هي ديك الضريبه اللي خلص الزبون واللي كاينه في الفاتوره ديال البيع اللي قدمتي ليه، تتنقص منها تيفيا ريكوبيرابل اللي هي الضريبه اللي خلصتي نتايا فاش شريتي داكشي اللي خصك، وهي اللي كتكون في الفاتوره اللي كيعطيك الفورنيسور اللي هي فاتوره الشراء. واجي نشرحوا اكثر. عندنا هنايا النسب المئويه اللي كنخدموا بهم في المغرب. عندنا 20%، 14%، 10% و7%. وعندنا كيفاش تتحسب التيفيا عليهم. مثلا 20% كنديرو البخي تي تي سي، يعني داك الثمن الاجمالي اللي كنعطيو لهداك الفورنيسور مقسم على 120 ومضروب في 20، اولا هداك الثمن الاجمالي اللي كيعطينا داك الزبون تنقسموه على 120 ونضربوه في 20. هذه في الحاله الا كانت النسبه المئويه تاع تيفيا 20%، وهكا غادي نكونوا عرفنا نحسبوا تيفيا. نقولوا مثلا 14%. غادي تشد البخي تي تي سي اللي عطاك هذاك الكليان تقسمو على 114 وتضربو في 14، يعني القضيه اللي كتطبق على الكليان تطبق ايضا على داك الفورنيسور، على داك الممول. باش نفهمو نجيو نديرو مثال ديالنا. نبداو بالتيفيا سيغ فونت. نفترضوا بان داكشي اللي كنبيعو كتطبق عليه النسبه تاع 20%، وحققنا في المداخل 15000 درهم، يعني تيفيا هي 2500 درهم. وتنبيعو منتوج اخر تاع 14% وحققنا فيه من الارباح اللي هو الشفر دافير مثلا 500 درهم، يعني الاجمالي هو 2561.40 درهم. ندوزو للتيفيا سيغ لي زاشا. نفترضوا اننا كنشريو واحد المنتجات اللي مطبقه عليهم النسبه تاع 20%. شرينا مثلا 2000 درهم ديال المنتجات، ومنتجات اخرين تطبق عليهم تيفيا تاع 14%. شرينا منهم 250 درهم، يعني العدد الإجمالي هو 364.04. وبشكل تلقائي غادي نلقاو هنايا تيفيا ديكلاري، ديك الضريبة اللي غادي نخلص هي تيفيا على دوك المبيعات، تنقصو منها تيفيا على المشتريات، كتعطينا تيفيا ديكلاري. عندك جوج طرق، يا إما غادي تخدمها بطريقة منسويال، يعني تاع كل شهر، يعني غادي تجمع المشتريات والمبيعات تاع 30 يوم، ولا تريمستريال اللي هي تاع 3 شهور يعني 90 يوم. اذا كانت 90 يوم غادي تجي دير 0.81 تحطها في الطابلو ديالك وتطبقها على 3 شهور، يعني غادي نطبقوها على جونفي وفيفري ومارس. اما في الحاله ديال منسويال يعني كل شهر غادي يجيو نديرو 73.25 ونطبقوها على هاد الشهر. القضيه تاع شهر ولا 3 شهور تتبقى على حسب المداخل ديال الشركه، شحال كتحقق في هذاك الشفر دافير. وهذا الشيء كامل عادي نشوفوه في لي ريزو سوسيو وفيديوهات شيء. كنتمنى كلشي يكون فهم تيفيا وبانت ليه سهله، والتالي اللي ما فهمش غير خلي لنا كومونتير وحنا غادي نجاوبوه. وكالعاده راه الهدف ديالنا هو نسهلوا عليكم التسيير ديال المشروع ديالكم، وما تنساوناش بهديك جيم وابوني.